السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على الإسكان الاجتماعي وخاصةً الطرح الحالي اللي هو إسكان مصريين 7 لمتوسط الدخل اللي هو أعتقد لحد يوم 18. أنا مش هاتكلم عن الخطوات الاعتيادية، أعتقد الناس كلها اتكلمت فيها، إنك إزاي تبدأ تخش على الموقع من خلال الlink وتبدأ تسجل تعمل تسجيل دخول عن طريق الرقم القومي بتاعك ورقم التليفون، ويبدأ يدخّلك على الاستمارة أو صفحة اللي أنت تبدأ تسجل فيها بياناتك. دي أسهل ما في الموضوع. أنا باتكلّم على دي الشكاوي اللي أنا شُفتها كتير من الناس اللي بتتكلّم عليها، إن هو دايمًا بيكلّمك إن عندك ورق فيه مشكلة، الفايل اللي بترفعه بيكون أكبر من المطلوب اللي هو ال2 ميجا، تعالوا إزاي نعرف نحل المشاكل دي. أنا أُفضّل لمّا تيجي تجمّع ورقك تجمّعه بنفس ترتيب المطلوب، يعني هنا هو بيكلّمك إيه، بيقول لك إيه، أنا محتاج صورة من بطاقة الرقم القومي بتاعك، يبقى ده رقم دي المستند رقم 1 في الفايل، المستند رقم 2 ورقة إثبات الدخل، مستند رقم 3 إيصال مرفق حديث للسكن الحالي، المستند رقم 4 استمارة الحجز، رقم 5 الإقرار، طبعًا استمارة الحجز والإقرار دول اللي هو بيكون آخر ورقتين في كراسة الشروط، قسيمة الزواج، إيصال سداد مبلغ مقدّم جدية الحجز، اللي أنت بتروح تدفعه في البريد وبيدّيك إيصال بالمبلغ، وأخيرًا قيد عائلي مميكن. الترتيبة دي أعتقد لو أنت رتّبتها بنفس الترتيبة دي أدي رقم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 وأمّا تيجي تجمّع الكلام ده في فايل PDF واحد بيكون بنفس الترتيبة دي، أعتقد بيبقى الموضوع أسهل في المراجعة عندهم حتى يعني. يبقى ده بالنسبة لخطوة رقم 1، يبقى إحنا هنجمّع الورق بتاعنا بنفس الترتيبة دي. طَب إيه النصيحة التانية؟ النصيحة التانية لمّا تيجي تعمل الورق بتاعك في فايل واحد، تاخد ورقك ده وتروح للمكتبة تمام، تسحبه إسكان مرّة واحدة وهو يبعته لك على الواتساب. يبقى تروح لأي مكتبة في عندك في المنطقة، في حاجة قريبة منّك، بتروح الموضوع سهل وبسيط، تقول له بعد إذنك أنا عايز أسحب ال8، 9 مستندات دول في فايل واحد بس بيكون بنفس الترتيب ده، هيبدأ يعمل لك بنفس الترتيب اللي إحنا قُلنا عليه من شوية، ويبدأ يبعته لك على التليفون، طيب أو الواتساب. طيب إيه المشكلة التانية؟ المشكلة التانية الموقع برضه أحيانًا بيرفضها، مش أحيانًا، هو بيرفضها لمّا بيكون الفايل أكبر من 2 ميجا، يعني مثلًا نيجي مثلًا فايل زي ده، أنا خلّصت خلاص وجاهز على الرفع، بس أنا عايز أتأكد من إن هو ما يتعداش ال2 ميجا، ال2 ميجا، طب أتأكد إزاي؟ أدوس على الفايل كده وكليك يمين وأخش على حاجة اسمها آخر آخر اختيار ده اللي هو اسمه properties، أخش عليه هالاقي هنا طب هنا الدنيا مضبوطة أهو أدي 1 و6 أقل من 2 ماشي، طب نشوف ده، أدي بروبرتس ده 2 وي، 2 وي دي يعني مش هيترفض، هتلاقي الموقع يقول لك لأ ده أكبر من المسموح به، طب إيه الحل؟ طب أنا أعمل إيه عشان أقلل؟ هل أشيل ورق؟ طب هتقابل مشكلة تانية إن هيقول لأ في ورقك مش كامل، إيه الحل إيه؟ الحل بسيط، بتروح برضه على جوجل وتبدأ تكتب الكلام اللي أنا هاقوله لك ده، تكتب مساعد الشراري، ده راجل محترم عامل موقع للخدمات اللي زي كده مجاني، هيقول لك اكتب الكود اللي تقدر تخش بيه يبقى 454 enter يدخّلك على الخدمات بتاعة الموقع، أنا محتاج أضغط الPDF عشان أقلل حجمه، يقول لي حدد الملف أقول له تمام، لو أنا دخلت على الديسكتوب فايل إسكان، وهنروح على الفايل اللي كان فيه مشكلة اللي هو إسكان مصريين ميرج ده، تمام، اللي هو كان 2 وشوية، تعالَ أمّا نشوف لمّا نخش على الموقع ونرفعه على الموقع هيقل قد إيه، وهل الطريقة دي هتنجح والّا مش هتنجح؟ أول ما أرفعه يقول لي أعمل إيه، هاقول له اضغط ضغط أهو، كلمة ضغط PDF اللي هي تحت على الشمال الأحمر دي، اضغط يا عم الPDF، هيقول لي جاري ضغط الملف، تمام. هيضغطوا لي بنسبة قد إيه؟ بيقول لي هنا النسبة اللي هو ضغطوا لك بنسبة 37% والحجم بتاع الفايل بقى أصبح 1.32 ميجا بايت، يعني الطريقة نجحت، يعني دلوقتي أقدر أرفع الفايل ده على الموقع
بكل سهولة ويسر، وأكون مأمِّن تمامًا أو مطمئن تمامًا إن هو يكون أقل من 2 ميجا وهي المساحة اللي هم طالبينها. أعتقد دي المشكلتين اللي أنا شُفت الناس بتتكلم عليها. لو في أي استفسار أنا هاسيب رقم الواتساب بتاعي تحت في وصف الفيديو، وهاسيب برضه اللينك بتاع الموقع اللي برضه عشان في أحيانًا بيبقى لينكات مش غلط أو مش مضبوطة، أي حد عنده استفسار ممكن يتواصل معايا في أي وقت، وأتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.